الصحف والتقارير العبرية وكمان الإعلام العبري نفسه منهم القناة ال 12 الإسرائيلية طالعة بتقول إن مصر حركت 30,000 جندي لسيناء. طب هل فعلا ده حصل ولا لأ؟ ولو حصل إيه اللي بيحصل في سيناء دلوقتي يخلي مصر تحرك الرقم ده من الجنود هناك؟ وبالمناسبة عشان تبقى فاهم، مصر في السنين اللي فاتت بتتحرك في سيناء بشكل مرعب، تطوير بنية تحتية، تطوير مطارات، توسيع مدرجات لطائرات مقاتله، وكمان بقت رابطه سينا باكتر من نفق واكتر من كوبري عايم بالدلتا، ده غير المشاريع السكنيه ومشاريع الاستصلاح الزراعي. كل ده بيرعب اسرائيل، ده غير التواجد المصري العسكري اللي بقى مكثف وموجود في اماكن كانت محظوره على مصر ان هي تبقى موجوده فيها، لكن مصر فاهمه المشهد وبتقفله عليهم بالضبه والمفتاح. كان في مخططات ان هم يدخلوا مصر في حرب من اتجاه ليبيا وده ما حصلش، ورجعت مخططات تانية ان مصر تدخل في حرب في السودان وبرضه ده ما حصلش. فروعة الشطرنج بيحاولوا يحركوها في اي مكان عشان يضغطوا بقى على مصر، وده اللي خلى اسرائيل تفكر ان هي توجه ضربة قوية لمصر، مش على الورق بس، لا ده على ارض الواقع. ان اسرائيل فعلا بتعين سفير ليها في ارض الصومال، ارض الصومال اللي هو اصلا منفصل عن الصومال، واللي مصر رافضة اي تواجد عسكري لاي بلد ايا كان في ارض الصومال، لان معنى وجود عسكري في ارض الصومال هو ده هيقفل باب البحر الاحمر كله على مصر، وهيهدد الامن القومي المصري، واي تحرك في منطقه القرن الافريقي مصر رافضاه. وبالمناسبه التواجد المصري في الصومال مش لوحده، ده في تعاون عسكري كبير بين مصر وتركيا هناك، ودوت اللي موقف اثيوبيا. وبالمناسبه العالم دلوقتي داير حوالين مشهد واحد، الحرب ما بين امريكا وايران هتقف امتى وايه اللي بيحصل فيها. اللي عايز اقوله لك ان في لعبه كبيره بتتلعب دلوقتي في الحرب ما بين امريكا وايران، العالم كله مش واخد باله منها. ليه ده كله بيحصل دلوقتي بالتحديد في ظل تواجد الحرب الامريكيه على ايران، الحرب اللي شاغله العالم كله واللي موقفه اقتصاد العالم كله ومأثره على الدنيا كلها. في نفس التوقيت ده بتلاقي في تحركات اسرائيليه في منطقه مختلفه تماما، تحس ان هي بعيد لكن هي قريبه جدا من ايران ومن الامن القومي المصري. طب ايه قصتها؟ ولو حابب تفهم القصه كامله وتعرف الاحداث اللي بتدور حوالينا دي بتدور ليه، وليه الخطر دلوقتي بالتحديد بقى قريب من مصر اكتر من اي وقت قبل كده، هتلاقيني سايب لك رابط الحلقه دي في اول تعليق. مستنيك على قناه خيوط اللعبه.